السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. واليوم بغيت نشارك معكم طريقه باش كيجي الكالامار مقلي غزال. اول حاجه كناخذوا الكالامار ديالنا، الا كنتو منقيينوش بيان سور تنقيوه مزيان داكشي، تحيدوا له مصارنو داكشي الاخر. ومن بعد كديروه في الماء، ومن الماء غادي نحيدوه نقطروه غير واحد شويه ونديروه في الطحين. مهم هاد المرحله هادي ديال الماء باش الطحين تيغلف لينا مزيان داك الكالامار وما كيشربش لينا الزيت. بالنسبه للزيت فاهم حاجه خصكم تعرفوها انكم خصكم درجه الحراره تكون مضبوطه. ضروري تستعملوا هاد ميزان ديال اولا مقياس ديال الحراره. كنحطوه في الزيت باش كنعبروا الحراره ديالها. ملي كتوصل 170 ديك الساعات كتكون واجده اننا نقليو فيها. ما خصهاش تكون قل وما خصهاش تكون كتر بزاف. الا كانت مثلا 200 درجه فغادي يجيكم هذاك الكالامار بحال شي لاستيك، غادي يجيكم تيتجبد، ما يجيكمش زوين. وقضيه واحده اخرى، الملحه ما كنديروهاش في الاول حتى الاخر، حتى نجبدوا الكالامار مورا ما نقليوه. اذا اول حاجه غادي نجبد هذا الكالامار هذا من الماء. من بعد غادي نحطوه هكا في الطحين. وخصو مزيان يتغطى لنا كامل بالطحين. انا مازال كنتسنى الحراره تزيد تقاد توصل ليا 170، عاد غادي نبدا نقلي الكالامار. وبالنسبه لواحد المعلومه مهمه هي ان الزيت الا فات لكم 170 يعني وصل لكم مثلا 200 فغادي تحرق لكم الكالامار وغادي يجي كيتجبد، ينشف كاع من داك الماء ديالو. دونك الحراره المزيانه هي 170، اولا مثلا الا كان قل من 170 مثلا 140 130 ما غاديش يتقى لكم كالامار وغادي يجيكم خضر ما طايبش مزيان، يجيكم مقرمش من برا ولكن من الداخل ما طايبش. هادشي اللي كاين. هاهي دابا غتوصل 170، ها هي صافي غادي نحبس وغادي نحط الكالامار ديالي. بسم الله. وما تخليوش يفوت 3 ديال الدقائق هو كيتسلق، لانه غادي يجيكم خايب. هو الكالامار ديالي صافي راه واجد، خليته 3 ديال الدقائق نبدا نحيد. ودابا غادي ندير له الملحه. ضروري ديروا الملحه وهو سخون باش يشربها يجيكم بنين. وبالنسبه لي انا فما كنزيدش منسمات اخرى تعجبني ندوق المذاق ديال الكالامار، تنزيد غير الحامض والملحه فقط. وهذا هو الكالامار ديالي واجد، غادي نقدموه مع شويه ديال الحامض وصافي. كنتمنى يكونوا هاد النصائح اللي عطيتكم في وسط لا فيديو نفعوكم، وراه كيجي فريمون غزال وهشيش. ما عرفتش واش غادي هانتوما راه كيجي فريمون بنين في نفس الوقت طايب وهشيش من الداخل، ما جايش يتجبد ولا شي حاجه. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.